أنا عندي سؤالي هو فكرة إن إحنا بقينا بناخد مواقف من أشخاص معينة نتيجة حاجات في دماغنا إحنا. بمعنى إحنا مثلا قاعدين، حسينا تجاه اللي قدامنا ده اللي هو مش عايز يكلمنا، فبرمجنا في دماغنا إن لأ خلاص هو مش عايز يكلمني، فخلاص أنا هعملها قطيعة. وما تعرفش تجاه الشخص التاني ده ايه اللي حصل برضو، فانتوا الاتنين برمجتوا ان لا خلاص انا مش، انت مش عايز تكلمني وانا مش عايزه اكلمك، على ان مفيش اي حاجه حصلت. انتوا فاهمين قصدي؟ يعني مفيش ردة فعل، مفيش خناقه، مفيش كلمه اتقالت، مفيش اي حاجه. انتوا حسيتوا بس في الموقف دوت ان مفيش حاجه، فحولتوها قطيعه. قطيعه بمعنى ايه؟ ان انتوا فعلا قطعتوا بعض لمجرد سنين، وممكن فعلا الشخصية دي تموت وانا اموت وانتوا ما تعرفوش ان مفيش اي حاجة كانت حصلت. فعلا في ناس كتيرة بتاخد مواقف من لا شيء لمجرد ان انت حسيت، لمجرد قفلت، فبدأ يتكون على مرور السنين. خلاص هي بقت قطيعة. حتى مهما في ناس بترجع ويتقال لا انا ما حصلش مني كذا وكذا وكذا وكذا، وفي ناس بتموت من غير ما تعرف ايه السبب اصلا. اللي انا ما خلاص انتوا كنتوا قاعدين مع بعض وفجأة ما بقيتوش تتكلموا وما بقيتوش تعملوا. ليه؟ ده بجد سؤالي. ليه بيحصل دوت؟ ليه فجأة بقينا بنتحول؟ ممكن اقول لكم اوقات كتيرة المواجهة بتبقى ملهاش فايدة، بس أوقات كتيرة فعلا بتريح. في ناس بتموت وهي ما تعرفش سبب القطيعة اللي بتحصل حتى بين أقرب الأقربين ليكوا. بجد مش عارفة ايه السبب. لو عندكوا إجابة جاوبونهاني، هستنى إجاباتكم بسرعة.